أهلا يوتيوب. أنا عارف إن أنا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات هنا، ولكن أنا بقالي فترة بعمل محتوى. أظن من الفيدباك بتاعت الناس إن هو كان كويس على انستجرام وعلى تيك توك، وكمان كنت بنزله على لينكدين. لينكدين، انستجرام، تيك توك، فيسبوك وابليكيشنز كتيرة للسوشيال ميديا. ده ابليكيشن واي، ابليكيشن دوبيزل، ابليكيشن يوتيوب، اندرويد، تطبيق نون. في الفيديوز دي كنت بنتقد ابلكيشنز موجودة في السوق بتاعنا وبحللها من وجهة نظر يو اي اكس ديزاينر، وكمان من وجهة نظر مستخدم. وطبعا كلنا عارفينه، وانا بصراحة يوتيوب كان بالنسبة لي مصدر مهم جدا للمعلومات، خصوصا ان انا حد مش بيحب يقرا قوي. ان انا اقدر اتفرج على حد خبير في مجال معين بيشرحه، دي كانت حاجة مفيدة جدا. ولكن جزء من السلسلة بتاعتنا ان احنا نحاول نغير واجهة المستخدم بتاعت الابليكيشنز ونخليها احسن، سواء في الشكل او الاستخدام. فيلا بينا في سبيد ريديزايننج فيمس ابس الحلقة ال20. والفيديوهات دي فعلا عملت امباكت كبير جدا، من اول الشركات دي لما تواصلت معايا زي شركه وي وشركه فودافون وشركه سي اي بي وشركه كونتاكت وشركات تانية كتير منهم، سواء كان عشان عايزين نشتغل معاهم او علشان بس مجرد يعرفوا مني معلومات اكتر عن الفيدباك بتاعتي واللي فعلا طبقوها في الابلكيشنز بتاعتهم. اولا الجزء ده كله مش منطقي ان انا اخد كل السبيس دي عشان اوري بس الباقه قد ايه وباقي فيها قد ايه. فانا شايف ان احنا ممكن نتخلص من كل ده ونعمله بسكشن او موديول اصغر بكتير. هو جزء السيرش ده مش منطقي، خصوصا ان السيرش هنا فان انت عامل هيستوري بعيد جدا عنه، كده حاجه مش منطقيه. كمان الجزء بتاع الكاتيجوريز مش معروف باحسن طريقه، وانا بحب دايما لما يكون المنتجات دي ليها صور، ليه ما احطش صوره بدل الايكون، بحيث ان الواجهه المستخدم تبقى اوضح لاي حد. وكمان في فيديوهات خلت البرودكت تيم زي الفيديو بتاع ثاندر يردوا عليا ويوضحوا وجهة نظرهم في حاجات هم عاملينها انا انتقدتها واللي بصراحة كانوا صح فيها، ولكن ده ما يمنعش ان هم برضو تقبلوا بعض النقاط اللي انا اتكلمت عليها واللي فعلا كان ممكن تبقى احسن في الابليكيشن. المهم من كل ده ان السيريز دي كانت ممتازة جدا وانا كنت مبسوط وانا بعملها، ولكن قابلتني مشكلة في الاخر ان بعد 30 او حاجة و30 حلقة ما بقاش في ابليكيشنز اقدر ابص عليها. انا بصراحة كشخص ما اعرفش ابليكيشنز ثانية بره دول، وعشان كده وقفتها شويه، ولكن انا حابب ان انا ارجع. ولكن على عكس الابروتش بتاع الاولاني ان انا كنت بعمل فيديو كل يوم وبعمل ابلكيشنز كتيره قوي بعمل لها ريديزاين بس الصفحه واحده. هنبدأ بإن إحنا هنعمل اللاي اوت تاني، بس هنغير في الجزء اللي فوق. أولا السكشن بتاع اللي كان واخد مساحة كبيرة والسكشن اللي كان مكتوب فيه الباقة، هنخليهم الاتنين واحد، بيوريك البروجرس وبيوريك الباقة اللي أنت مختارها. بعد كده هنعمل الايكونز بتاعتك اللي هتعرف تاخد منها الاكشنز السريعة وكمان البالانس اللي باقي. بعد كده عندك الكارد بتاعت البونus واللي بيبقى موجود فيها البوينتس بتاعتك، وعملها بنفس الديزاين تقريبا. الفكرة ان دلوقتي كل حاجة هتظهر قدامك، كمان التلاتة اكشنز اللي هم بيزقوها. بكده الابليكيشن بقى سهل الاستخدام وما فيهوش اي مساحة فاضية على الفاضي. زي ما احنا متعودين بنبدأ دايما بان احنا نعمل الواير فريم بتاعنا، بنحط البوكسز اللي هتعبر عن التصميم بتاعنا. بنبقى مركزين دايما في الخطوة دي ان احنا نحط كل الاليمنتس. بعد كده هنبتدي نعمل النوتيفيكيشن والسيرش بار هياخد حجم كامل بعرض السكرين. بعد كده الجزء بتاع السبسكريبشنز واللي هيبقى بيوريك لو في حد من الناس انت بتتابعهم اوريدي ينزل فيديوهات جديدة بدل ما تقعد تدور عليه. بعد كده عندك الفلتريشن واللي بتبقى بطريقة اوضح بيوضح لك ايه الفيديوهات اللي تحت دي. بعد كده الكارد بتاعت الفيديو بقت بتركز اكتر على التايتل والثامبنيل، والنافيجيشن اللي عندنا تحت موجود فيه الايكونز بتاعتنا. وكده شكل الاب بقى مودرن اكتر واشيك بكتير. زي ما احنا متعودين بنبدا بان احنا نعمل واير فريمز بتاعتنا، كل البوكسز لكل السكشنز. بعد كده هنعمل الجزء الاول واللي هيبقى فيه الايكون بتاعت النوتيفيكيشن، اللوكيشن بتاعك، وكمان الكارد اللي تحت دي هتبقى هي الاد سبيس. بس انا هبقى عايز ازود الاول حته للسيرش فوق الاد سبيس دي، فهنعمل اد سبيس والسيرش بتاعنا يبقى له مكان واضح جدا. بعد كده الكاتيجوريز ونحط صور حقيقيه بدل الايكونز اللي كانت موجوده، وكده تكون اوضح بكتير. بعد كده هنعمل برودكت كارد والسعر هيكون ظاهر جدا لانه باللون الاحمر لون براند. وكمان هعمل حته الفيفوريت بدل ما هي تحت تبقى على الايمج، وكمان المساحه بتاعه المكان، ويبقى دي مساحه لاي حاجه بتميز المنتجات دي، لو فيلا المساحات وهكذا. بعد كده الايكونز اللي تحت، وبكده الابلكيشن يكون شكله اتغير تماما. زي ما احنا متعودين بنبدا بان احنا نعمل واير فريم، بنحط البوكسز اللي بتعبر عن كل السكشنز اللي هنعملها. الاول هنبدا بالجزء اللي فوق وهنعمل كام اليمنت كده. اهم حاجه ودي حاجه جديده ان احنا نعمل حاجه للجام، ان انت تدخل تسمع مع ناس تانية بتسمع نفس الحاجه. مثلا بلاي ليست بتاعه الاستادي ممكن تدخل تسمع مع كذا حد. وبعد كده عندنا الحاجات اللي انت لسه مشغلها. بعد كده ندخل على الجزء الجديد اللي هو البلاي ليست واللي بيوريك بريفيو من الاغاني اللي جوه البلاي ليست.
ودي حاجة كان نفسي فيها من زمان، انك بدل ما تضغط على اسم البلايرز من بره تقدر تشوف كام اغنية من اللي موجودين فيها. بعد كده البلاير حبيت ان انا اخلي التايم لاين بتاع الاغنية يبقى باين اكتر واعرف اعدل فيه من غير ما افتح البلاير نفسه، وحطيت الهارت عشان تعمل فيفرت، والسماعات لو حابب تنقل على مكان تاني، الباتنز اللي تحت، وبكده الابلكيشن يكون الديزاين بتاعه اتغير تماما. انا حابب ان انا اتعمق اكتر في الموضوع، بدل ما بعمل صفحه واحده وابقى بنزل فيديو كل يوم، ليه ما اخدش وقتي وفي خلال اسبوع اعمل ريديزاين كامل لابلكيشن كامل. وهنا نرجع ليوتيوب واللي بيبقى بالنسبه له احسن المحتوى الاطول. عشان كده سواء كنت مهتم بالمحتوى اللي انا كنت بعمله وانت على اي بلاتفورمز تانية، او سواء كنت على يوتيوب وما شفتش المحتوى ده فحابب ترجع تتفرج عليه، هسيب لينكس كل حاجه تحت، سواء الشانل بتاعت يوتيوب او الاكونتس بتاعت السوشيال ميديا. وفي الفتره اللي جايه هنزل فيديوهات هكون بتكلم فيها عن ابلكيشنز والمشاكل بتاعتها، فاعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش، واعمل لايك الفيديو عشان تعرف ان انت موافق على الاتجاه ده. ولو انت في ابلكيشنز في دماغك حابب ان انا اخد عليها نظره متعمقه واتكلم عليها بالتفصيل، اكتب لي اسمها تحت في الكومنتس، عشان بجد هي دي الحاجه اللي بتعطلني ان انا اطلع لكم اكبر كميه من الفيديوهات ممكنه. احنا خلاص قربنا من 9000، مش باقي كتير، فيا ريت تعمل سبسكرايب وتنشر الفيديو ده مع اي حد تعرفه، ويلا بينا نبدا 25 بقنبله.